النهاردة هنحكي قصة فيلم أوبنهايمر، فركز معايا كده علشان نفهم القصة مع بعض. من أهم الحاجات اللي لازم نعرفها في البداية هي إن الفيلم بتدور أحداثه في فترة الحرب العالمية التانية، وبيبدأ فيلمنا بدكتور روبرت أوبنهايمر اللي وسط لجنة بيستجوبوه وبيسألوه شوية أسئلة علشان يحددوا الصلاحيات الأمنية بتاعته هتتشال ولا لا. وقتها بيبدأ أوبنهايمر يحكي بدايته مع الفيزياء الحديثة، وإنه سافر أوروبا وراح كامبريدج علشان كان عايز دكتور معين يدرسه، وإن أمريكا وقتها ما كانش المجال ده منتشر فيها أوي. في الجامعة بيقابل أوبنهايمر دكتور اسمه نيلز، والدكتور ده بيقول له لو عايز تفهم اكتر في مجال الفيزياء الكميه روح المانيا وهناك هتستفيد اكتر بكتير. بيسمع اوبنهايمر كلام الدكتور وبيسافر يدرس في المانيا، وهناك بيتشهر جدا اوبنهايمر بسبب حبه واجتهاده في المجال ده، لدرجه انه كمان بقى بيدي دروس صغيره كده فيها، وبيتعرف على واحد اسمه روبي وبيبقوا اصحاب. وفي اثناء حضورهم لبعض دروس فيزياء الكم بيتكلم اوبنهايمر عن انه ناوي يرجع امريكا ويحاول ينشر تعليم فيزياء الكم دي هناك، وفعلا رجع واشتغل بروفيسور في جامعه اسمها بيركلي في امريكا، وبيقابل هناك زميل بروفيسور برضه اسمه دكتور لورنس اللي بيقول لأوبنهايمر إن مجال فيزياء الكم ده مش منتشر لدرجة إن مفيش غير شخص واحد بس اللي هيدرسه. بعدها بتنتشر دراسة فيزياء الكم في أمريكا، وتبدأ شهرة دكتور أوبنهايمر تزيد. وفي مرة بيخرج وبيقابل أخوه فرانك الشيوعي. خليك بقى معايا هنا علشان تفهم معايا أكتر. كلمة شيوعي دي معناها إنه له علاقة بروسيا، وأي حد بيعرفوا إنه هو شيوعي بيشكوا فيه على طول. وبيتعرف أوبنهايمر على ناس شيوعية كتيرة في الحفلة دي، وكمان بيتعرف على بنوتة اسمها جين، وبيتكلموا شوية وبعدها بيحبوا بعض. لكن جين بتقرر تبعد عنه لإدراكها إنهم مختلفين تماما عن بعض. وبيقرر بعدها أوبنهايمر إنه يقلل التواصل مع أي حد شيوعي. بعدها بيعرف أوبنهايمر ومجموعة دكاترة وتلاميذ عن قدرة انشطار نواة اليورانيوم، ومن هنا بقى بتيجي فكرة القنبلة لدكتور أوبنهايمر. وبعدها بيروح ويقابل كيتي دي اللي بيتعرف عليها في حفلة، وبيعرف إنها عضوة في الحزب الشيوعي، لكنها كانت بتقطع علاقتها بالحزب ده وتنفصل عنه خالص. بيتعرف أوبنهايمر عليها وبيعجبوا ببعض، وبعد فترة بيتجوزوا وبيجيب منها طفلين. بعدها بفترة بيتكلم روبرت مع لورنس عن انهم لازم يسرعوا عملية تصنيع القنبلة، لان الالمان ممكن يبدأوا يصنعوا واحدة وده هيبقى دمار كبير. بعد فترة بيروح لأوبنهايمر ضابط اسمه ليزلي، وده بيكون المسؤول عن تطوير سلاح نووي، وجاي يطلب من أوبنهايمر انه يشتغل على قنبلة نووية. بيوافق أوبنهايمر، وبالفعل بياخدوا ارض كبيرة بتكون اسمها لوس ألاموس اللي هينشئوا فيها بيوت ويتنقل فيها كل الدكاترة والعلماء اللي هيشتغلوا على مشروع القنبلة النووية. وبيجمع أوبنهايمر زمايله واللي أهمهم روبي ولورنس وواحد كمان اسمه إدوارد، وبيبدأوا فعلا يشتغلوا على القنبلة. وفي يوم بيطلع إدوارد معادلة بتدهش أوبنهايمر، وفي الآخر بيقرر إن هو يروح لأينشتاين علشان يساعده فيها. بيتكلم أوبنهايمر مع أينشتاين ويقول له إنه خايف القنبلة اللي هيصنعها دي تأثر على الغلاف الجوي، حصل كده هيحصل تفاعلات هتسبب حرق العالم كله. وقتها أينشتاين قال له إنه مش هيقدر يساعده. المهم فضلوا شغالين على مشروع القنبلة، واكتشف أوبنهايمر إن نسبة حدوث انفجار في العالم دي قريبة لل0% أصلا. بعدها بيجي الدكتور نيلز لأوبنهايمر وبيحييه على جهوده الكبيرة، بس نبهه إن السلاح ده هيسيب خراب كبير ودمار في العالم. بيقطع الكلام ما بينهم خبر حزين، وهو موت حبيبته القديمة جين. بيكتئب وبتعرف مراته السبب، لكنها بتدعمه وبتقف معاه وبتشجعه إن يكمل في المشروع اللي شغال فيه. وبعدها بيكتشفوا إن هتلر مات وإن ألمانيا هتنسحب من الحرب، فيفكروا يوقفوا تصنيع القنبلة لأن اليابان ما زالت بتحارب ومش هتسكت غير لما يبقى فيه سلاح حقيقي يخوفها في الحرب. فيكملوا في المشروع لحد ما يقرب يكتمل، وبعدها ياخدوا القنبلة في مكان بعيد شوية عن مدينة لوس ألاموس علشان يختبروا قوتها وإذا كانت فعلا نجحت ولا لا. وفعلا بيشغلوها وبتنفجر انفجار كبير، وبكده يكون نجح أوبنهايمر. وبيصنعوا بعدها قنابل تانية، وبعدها بيكون خلاص كده دوره خلص. بتبدأ شهرة أوبنهايمر في العالم كله من بعدها، بس للأسف هو مش بيفرح لأنه بدأ يدرك إن السلاح اللي صنعه ده هيأذي بشر كتير وناس ملهاش أي ذنب في الحرب اللي بتحصل. وبيفضل مكتئب كده فترة. بيراقب الأخبار وبيعرف إن أمريكا ضربت مدينتين في اليابان، هيروشيما وناجازاكي، فبيتضايق أكتر خاصة لما بيعرف إن عدد الضحايا بقى كبير جدا. بيروح يقابل الرئيس ترومان اللي مبسوط جدا بالسلاح بتاعه، لكن أوبنهايمر بيقول له إنهم يكتفوا بالتهديد وإن بلاش يستخدموا القنبلة في أي خلاف. فالرئيس بيحس إن أوبنهايمر ضميره وجعه، فبيقول له صحيح أنت اللي صنعت القنبلة دي بس أنا اللي ضربتها، وبيقول له إنه ملوش أي دعوة بأي قرار هم هياخدوه.
سواء بالضرب أو لا. من بعدها بتبدأ تشك القوات إن أوبنهايمر خايف لأنه مش عايز أمريكا تكون هي القوة العظمى، وكمان اللي بيزود شكهم هو علاقته الكبيرة بالشيوعيين. لما بتتشال منه كل صلاحياته الأمنية بيتكلم أوبنهايمر مع اللجنة وبيفهمهم وجهة نظره اللي ملهاش أي دوافع تانية. في مكان تاني بقى، وركز معايا كويس جدا جدا علشان تفهم كل حاجة، بنيجي لواحد اسمه ستراوس اللي مترشح إنه يكون في منصب كبير جدا في الوزارة في الدولة، لكن قبلها بيكون في مكان وبيتم استجوابه عن أوبنهايمر. طب هتقولي هو علاقته إيه أصلا بيه؟ هقولك إن بعد ما أوبنهايمر نجح في صناعة القنبلة والضجة دي كلها خلصت، اتعين مدير أبحاث جامعة اسمها بريستون، ووقتها كان بيشتغل هناك ستراوس اللي بيبدأ يعرف أوبنهايمر على المكان وبيتكلم معاه شوية. بس للأسف بيحس ستراوس من أوبنهايمر إنه بيعامله وحش وبيحتقره، واللي بيزود شكه في ده وخلى ستراوس يكرهه إنه كان بيتكلم مع أينشتاين وبعدها مشي وهو متضايق، ولما كلمه ستراوس في الطريق ما ردش عليه، ففكر ستراوس إن أوبنهايمر اتكلم عليه مع ألبرت أينشتاين. بس في آخر الفيلم أصلا هنكتشف إن سبب غضب أينشتاين هو إن روبرت أوبنهايمر قال له إنه صحيح عمل القنبلة وإن هي مش هتأذي الغلاف الجوي، بس اللي مزعله إن القنبلة دي هيجي عليها يوم وهيستخدمها ناس كتير قوي ضد بعض وهتبقى حرب كبيرة، فدي كانت مخاوفه وده اللي خلى ألبرت يمشي وهو زعلان. ومن كتر كرهه ليه كمان اشتكى أوبنهايمر وقدم عليه بلاغ إن أبحاثه دي ممكن تضر بالبيئة وممكن كمان تطلع إشعاعات تأذي البيئة والناس، بس أوبنهايمر وقتها طلع منها زي الشعرة من العجين وما قدرش يأذيه في شغله. ومن كتر الغل اللي في ستراوس لما انتشر خبر إن روسيا هتصنع قنبلة نووية، بدأ وقتها يلمح إن أوبنهايمر هو اللي أفشى سر القنبلة دي، وإلا كانوا هيعرفوا يصنعوها إزاي. وطبعا ده لعلاقاته الكتيرة بالناس الشيوعية. وطبعا من هنا نقدر نفهم إن السبب في كل البلاوي اللي فيها أوبنهايمر دي هو ستراوس، لأنه هو اللي بعت رسالة للمحكمة بيتهم فيها أوبنهايمر بالخيانة، وبعت كمان أوراق بتثبت إن أوبنهايمر كان ليه علاقة كبيرة بالشيوعيين والحزب الشيوعي. لكن في النهاية بيتم إثبات براءة أوبنهايمر، وبعدها بفترة بيتكافئ بأكبر جايزة في أمريكا على أعماله وبترجع له كل الصلاحيات الأمنية بتاعته، وطبعا المنصب اللي كان مترشح ليه ستراوس بيروح منه. وهنا نكون وصلنا لآخر الفيلم اللي أتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، واستنونا مع فيلم جديد.